في يوم من الأيام بالليل في بنت عندها 15 سنة اختفت وهي راجعة من المدرسة. الشرطة قلبت الدنيا عليها وقعدوا يدوروا الأسابيع وما كانش فيه فايدة، كأنها فص ملح وداب، ولا لقوا جثة ولا حتى خيط يوصلهم للمشتبه فيه. والموضوع بدأ يتنسي واحدة واحدة، وبعد 3 شهور أمها لقت رسالة صوتية جاية لها من رقم مجهول. في الأول ما كانش فيه غير صوت شوشرة، وفجأة طلع صوت بنتها. الصوت كان ضعيف وبيرتعش، كانت بتعيط وبتقول: ماما أبوس إيدك تعالي خديني من هنا. الست من الصدمة كانت هتقع من طولها. الشرطة فحصت المكالمة بسرعة وعرفوا مكانها. طلعت جاية من قلب غابة بره المدينة. قوات البحث طلعت على هناك في نفس اليوم، وبعد حوالي ساعة من البحث وسط الشجر الضباط لقوا حاجة غريبة جدا، مرجيحة قديمة ومصدية ومهجورة في وسط الغابة. بس الغريب إنها كانت بتتحرك، كأن في حد كان لسه قاعد عليها حالا وقام. وفجأة ضابط لمح موبايل مرمي في الطين على الأرض. الموبايل كان مكسور ومتغرق طين، والموبايل ده طلع موبايل البنت المفقودة. الشرطة رجعت تسمع الرسالة الصوتية تاني بتركيز أكتر، وهنا بقى اكتشفوا حاجة جمدتهم من الصدمة. ورا صوت البنت وهي بتتكلم كان في صوت تاني مكتوم وكان قريب جدا من السماعة، صوت راجل كان بيهمس لها ويقول: البنت دي عمرهم ما لقوها لحد النهاردة، بس الأم بتقول إنها كل أسبوع بيجيلها مكالمات من أرقام مجهولة في نص الليل، وكل ما ترد تسمع صوت بنتها وهي بتعيط من مكان بعيد قوي، وبتقول: ماما أبوس إيدك تعالي خديني من هنا. ماما أبوس إيدك تعالي خديني من هنا. كنا شلة بنات في الجامعة وقررنا نطلع رحلة ونأجر كوخ في مكان مقطوع. السعر كان لقطة ورخيص بشكل زيادة عن اللزوم بصراحة، بس طمعنا. ما كانش فيه هناك مخلوق ولا حتى شرطة واحدة موجودة في شبكة الموبايل. صاحب المكان بعت لنا رسالة فيها شرط واحد بس: محدش يقرب فيكم من المراية اللي في البدروم. طبعا أخدنا الموضوع بهزار وضحك، وبالليل قعدنا كلنا مع بعض نلعب ونهزر. ساعتها صاحبتنا ياسمين قعدت تتحدانا وتقول لنا: لو في واحدة فيكم جدعة تنزل معايا البدروم ونشوف المراية دي. ونزلنا كلنا. المراية كانت ضخمة جدا وقديمة وشكلها غريب، وما وقفنا قدامها لاحظنا حاجة في منتهى الرعب. خيالنا في المراية بيتحرك متأخر عننا، يعني نبتسم والخيال يبتسم بعدها بثانية. وفجأة لقيت خيالي في المراية بيرفع ايده مع اني واقفة ثابتة. ياسمين ضحكت بخوف وقالت لي: بلاش رخامة بقى وما تخوفنيش. وفجأة الخيال بتاع ياسمين نفسه لف ظهره ومشى وسابها جوه المراية. ياسمين صرخت لأنها واقفة جنبنا وبره المراية أصلا. اللي يخوف أكتر إن النسخة اللي جوه المراية بدأت تخبط على الإزاز من جوه وعايزة تطلع. من الرعب رجلينا شالتنا وجرينا على فوق وقفلنا الباب بالترباس والمفتاح. وأول ما صحينا الصبح بنبص حوالينا لقينا إن 3 سراير بس هما اللي كان في حد نايم عليهم، مع إننا كنا 4. وفي نفس اللحظة جات لنا رسالة من صاحب الكوخ بيقول فيها: أتمنى تكونوا قضيتوا وقت لطيف. هي بصراحة اتبسطت جدا معانا. بصينا من الشباك واحنا بنجري وبناخد حاجتنا، لمحنا من الشباك البدروم اللي تحت واحدة شبه ياسمين بالظبط، كانت واقفة وبتشاور لنا وهي بتضحك. كان في يوتيوبر مش مشهور قوي معروف عنه ان هو بيحب يلف ويستكشف الاماكن المهجورة بالليل. معظم فيديوهاته كانت عبارة عن مقالب رعب مفبركة واصوات متعدلة بالمونتاج. بس في يوم من الايام حصلت حاجة عمره ما نزلها على صفحته. قال للمتابعين ان هو لقى عمارة سكنية مهجورة على اطراف المدينة. الناس في الكومنتات قعدوا يحذروه ويقولوا له بلاش تروح هناك بعد ما الدنيا تضلم، بس هو ما سمعش الكلام. وعلى نص الليل كده فتح لايف من جوه العمارة. في الأول كل حاجة كانت تبان طبيعية جدا، طرقات كلها تراب، لمبات مكسرة وشخبطة على الحيطان، والمتابعين كانوا عمالين يهزروا في الكومنتات وهو بيروح من أوضة لأوضة. وفجأة واحد كتب في الكومنتات: مين اللي وراك ده؟ صانع المحتوى ضحك وقال: يا جماعة محدش هنا خالص. بس الكومنتات بدأت تزيد ورا بعضها في ثواني وقعدوا يقولوا: يا ابني لف وشك، في حد واقف هناك بجد. وهو لسه بيضحك بتوتر لف الكاميرا ناحية الممر اللي وراه، بس الممر كان فاضي تماما وما فيهوش أي حاجة. الصدمة بقى أما رجع وشه لقدام تاني، لقى باب شقة من اللي قدامه اتفتح على الآخر، وهو كان متأكد 1,000,000% إن الباب ده كان مقفول.
وهنا بقى الكومنتات اتجننت، والناس بدأت تصرخ وتقول اجري، في حاجة اتحركت جوه، اوعى تدخل واخلع بسرعة. هو حاول يتماسك وما يبينش ان هو مرعوب، ومشى بالراحة ناحية الشقة. الدنيا جوه كانت ضلمة كحل، مفيش غير حاجة واحدة بس اللي باينة، راجل قاعد على كرسي في آخر الأوضة، وما كانش بيتحرك خالص، كان عامل زي الصنم بالظبط. صانع المحتوى قال وهو مرعوب، قاله في حد هنا؟ بس ما كانش فيه أي رد. وفجأة صوت اللايف انقطع تماما وتحول لوش، كان بصوت عالي جدا. الناس اللي بتتفرج على اللايف شافوا الراجل اللي قاعد على الكرسي ده وبدأ يقف بالراحة. الراجل كان طويل طول مش طبيعي، لدرجة ان راسه كانت خلاص هتخبط في السقف. وفي اللحظة دي اللايف قفل فجأة. وتاني يوم الصبح المتابعين افتكروا ان كل دي اشتغالة وفيديو متفبرك كالعادة، لحد ما الشرطة راحت المكان عشان تفتشه، ولقوا الموبايل بتاعه مرمي على الأرض. بس صانع المحتوى ما كانش ليه أي أثر، وعلى الحيطة اللي ورا الموبايل على طول كان في حد كاتب بلون أسود: شكرا إنك جبتلي متابعين.